يا أهلا بكل متابعين قصة فيلم. معانا ومعاكم النهاردة فيلم جديد، ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. فيلمنا بيبدأ في شمال الصحراء الأفريقية سنة 8000 قبل الميلاد، وبيكون في مجموعة بشر بدائيين عايشين في الصحراء، وبتظهر قدامهم مركبة فضائية ضخمة جدا نازلة من السماء، وما بيكونش فاهمين هويتها ايه ولا عبارة عن ايه. وفجأة بينزل نور قوي جدا على الأرض. وبعدها بنروح لمصر سنة 1928 في موقع أثري بيتم فيه التنقيب عن الآثار، وبيبقى فيه بنت صغيرة اسمها كسري مع والدها عالم الآثار. بتلاقي قدامها سلسلة جميلة كانت مدفونة وبتاخدها ليها علشان تلبسها. وبعدها كل اللي موجودين في الموقع بيروحوا لمكان معين لأن بيتم اكتشاف بوابة أثرية ضخمة فيه، وتحتها بيبقى فيه آثار مدفونة. وبيعدي سنين كتير وبيجي سنة 1994 وبتبقى كسري كبرت في السن وبقت ست عجوزة، وبتروح تحضر محاضرة لعالم اسمه جاكسون بيتكلم عن طريقة بناء الأهرامات المصرية، وإنه مش عارف طريقة بنائها تمت إزاي. والموضوع بالنسبة له وبالنسبة للعالم كله لغز كبير، وبيبقى محدش مهتم بمحاضرته وبيسيبوه وبيمشوا. وبتكون كسري مراقبة جاكسون من بعيد وبتطلب من حراسها إنهم يجيبوا جاكسون لعربيتها، وبتعرض عليه انه يشتغل معاها مترجم للغه الهيروغليفيه، وبتديله فرصه يفكر. وبيقبل جاكسون الوظيفه فورا، وبيروح على المكان اللي فيه كسري، وبيبقى مكان تبع الجيش الامريكي. وبيشوف قدامه اثار ضخمه ومنقوش عليها لغه غريبه، ولان دراسته كلها في اللغات القديمه بيقدر انه يفك جزء من الرموز اللي قدامه بسهوله. وبيقول لهم انهم كانوا مترجمينها غلط، وان الرموز بتدل على حاجه اسمها بوابه النجوم، ودي بوابه بترجع ل 5000 سنه. لكن بيتدخل العقيد اونيل في الحوار وبيقول لهم انها بترجع ل 10000 سنه كمان حسب الابحاث اللي تمت على الاثار دي. وبيستمر جاكسون في دراسه الاثار اللي قدامه، وبيعدوا اسبوعين وبيكون بذل كل مجهوده علشان يقدر يترجم كل الرموز المنقوشه قدامه لحد ما بيقدر يحلها، وبيعرفهم انها رموز خاصه بالنجوم. وبيبقى نجح في فك اللغز اللي قدامه، وبيجمع كل العلماء وكسر والقيادات علشان يشرح لهم ايه اللي وصلوا. وساعتها بيحيوه على الانجاز اللي هو عمله في اسبوعين بس، وهم ما يقدروش يوصلوا له في سنتين. وبيسمحوا له ان هو يشوف لاول مره بوابه النجوم اللي ابو كسري لقاها مدفونه سنه 1928. وبيقدروا انهم يدخلوا الرموز اللي جاك اكتشفها على البوابه، وساعتها بيحصل زلزال قوي جدا وبتفتح البوابه قدامهم. وبيبعتوا راجل آلي فيها علشان يعرفوا ايه اللي موجود الناحيه التانيه، وبيلاقوا ان الآلي اتنقل لكوكب تاني من خلال البوابه، وبيقدر انه يبعت ليهم تقرير كامل عن حاله الكوكب اللي هو اتنقل عليه قبل ما اشارته تفصل ويفقدوه تماما. وبيلاقوا ان طبيعه الجو شبه طبيعه كوكب الارض بالظبط، وانها قابله للمعيشه. فبيقرر القائد انهم لازم يبعتوا مهمه استكشافيه للكوكب الجديد من خلال بوابه النجوم. وبيطلب جاكسون انه يبقى من ضمن فريق الاستكشاف واللي هيبقى بقياده اونيل، وبيجهزوا للمرور من خلال البوابه، وبياخدوا معاهم كل المعدات والاسلحه اللي ممكن يحتاجوها في رحلتهم لحد ما يرجعوا تاني لكوكب الارض. وبتكون كسري مبسوطه جدا وبتدي لجاكسون السلسله بتاعتها اللي اخدتها من الموقع الاثري لما كانت صغيره مع باباها لحظه استكشاف البوابه. وبيدخلوا كلهم البوابه وبيلاقي نفسهم على كوكب مختلف تماما، وبتتقفل البوابه وراهم، وبيخرجوا كلهم من المكان اللي هم فيه، وبيلاقي نفسهم وسط صحراء كبيره جدا وبيفضلوا ماشيين فيها. وما بيبصوا وراهم بيلاقوا نفسهم كانوا في قلب معبد كبير، والسماء فيها 3 أقمار ظاهرين بالنهار. وبيبدأ الفريق في التخييم لأن المفروض قدامهم ساعة واحدة بس وجاكسون يفتح البوابة ويرجعوا تاني لكوكبهم. فبيصدمهم جاكسون وبيقول لهم انه مش هيقدر يرجعهم الا لما يعرف الرموز الصحيحه لفتح البوابه، وانه كان فاكر انه هيلاقيها منحوته اثريه يعرف منها الترتيب الصحيح ومن خلالها هيفتح البوابه من تاني. وبيعرف الفريق انهم محبوسين في الكوكب لحد ما جاكسون يلاقي المنحوته دي، ويفضل جاكسون يتحرك في المكان لحد ما بياخد باله من اثار رجلين على الرمله، وبيمشي وراها لحد ما بيلاقي مخلوق غريب قدامه، وبيقرب منه لانه لقى الجام عليه، ومعنى كده انه متروض ومش خطير. ولما بيروح له بيكون اونيل وفريقه وراه، وبيحاول جاكسون انه يلمسه، لكن المخلوق ساعتها بيجري والحبل بتاعه بيشبك في رجليه جاكسون وبيسحبه معاه لحد ما بيوصل لمكان فيه تجمع ناس كتير. وبيجوا له اونيل وبيتحركوا ناحيه التجمع ده، وبيقرب منهم جاكسون وبيحاول يتكلم معاهم بكل اللغات اللي عارفها، لكن ما بيفهمهمش ولا بيفهموه. لحد ما واحد من الناس بيشوف السلسله اللي جاكسون لابسها، وساعتها بيركعوا له وكل الناس بيركعوا له هم كمان. وبيجي الكبير بتاعهم بيعرض على جاكسون بلغه الاشاره بسيطه انه يجي معاه للمدينه بتاعتهم. وبيروح جاكسون واونيل للمدينه بتاعتهم، وبيعرف جاكسون ان المدينه فاكره ان رع اله المصريين وهو اللي بعتهم، عشان كده بيعاملوهم كويس. وفجاه بيضرب بوق الانذار في المدينه، وبيكون ده دليل على خطر قريب، وهو عاصفه رمليه قويه ولازم الكل يستخبى منها. فبيدخل كل سكان المدينه المباني اللي حواليهم لحد ما العاصفه ما بتعدي، وبيبقى كبير المدينه بيعمل احتفال بجاكسون واللي معاه. وما بيحاول جاكسون انه يرسم ليهم عين على الارض بيلاقوهم خافوا منه كأن الكتابه محرمه عندهم. وبيروح جاكسون علشان يرتاح في اوضه لوحده، وبيلاقي بنت داخله عليه
علشان تخدمه، فبيحاول نشرح لها بلغة الإشارة إنه عاوز يوصل لمكان اللي فيه الرموز الأثرية علشان يقدر يفتح البوابة تاني ويعدي من خلالها. وساعتها البنت بتفهم قصده وبتاخده لمكان معين، وفي نفس الوقت بيبقى باقي الفريق قاعدين في الهرم مستنيين أي إشارة من أونيل عشان يتواصلوا معاهم، وبيحسوا بزلزال قوي بيهز المعبد، وبيبقى سفينة ضخمة جدا بتنزل عليهم من فوق، وبيحسوا بحركة في المكان وإن في حد بيتحرك حواليهم، وبيخطفهم واحد واحد لحد ما بيتبقى شخصية واحدة بس فيهم، وبيظهر إنه بيتاخد رهينة من شخص لابس بدلة حديدية بيكون واقف قدامه. وبيكون أونيل في نفس الوقت بيحاول إنه يتواصل معاهم، لكن بسبب العاصفة والشوشرة اللي بتحصل بيفتكر إن الاتصال مقطوع مؤقتا، ولما الجو يهدى هيقدر يتواصل مع فريقه اللي سايبه في المعبد من تاني. وبيفضل أونيل يدور على جاكسون لحد ما بيلاقيه في ممر صغير وحواليه رموز بيحاول يفكها، وبيكون جاكسون قدر يعرف قصة العالم اللي هو فيه من خلال الرسومات اللي حواليه. وبيقول لأونيل إن زمان كان في مسافر بين النجوم كوكبه كان بيحتضر، فهرب من كوكبه وفضل يدور على كوكب صالح للحياة لحد ما استقر على الكوكب اللي هم عليه دلوقتي. ولأنه كان ضعيف قدر إنه يستحوذ على جسم بشري، ولقى إنه قادر يعيش حياة بدون نهاية من خلال التنقل بين أجسام البشر، وأخذ شكل إنسان واتسمى برع، وحكم الكوكب بسبب قوته، واستخدم بوابة النجوم اللي كانت على سفينته علشان يجيب الناس من كل العوالم تساعده في استخراج نوع معدن معين بيساعده في إنه يبقى حي بدون موت. وكان معاه حراس علشان يمنعوا أي حركة تمرد ممكن تحصل ضده. وبيكمل جاكسون قراية في الرموز اللي حواليه لحد ما بيلاقوا المنحوتة اللي عليها الرموز واللي هتفتح لهم بوابة النجوم تاني وتخليهم يرجعوا لكوكب الأرض من جديد. لكن بيلاقي 6 رموز من أصل 7، والأخير بيبقى ممحي من على المنحوتة تماما. وبتبقى العاصفة هديت، ساعتها بيتحرك أونيل وفريقه للمعبد اللي طلعوا منه، وبيشوفوا مركبة ضخمة موجودة في نفس المكان. وما بيدخلوا المعبد بيلاقوا إن في حراس حواليهم لابسين بدل غريبة وبيحاولوا يقتلوهم، وبيضطر أونيل وجاكسون ساعتها انهم يستسلموا قبل ما يحصل فيهم زي اللي حصل لباقي الفريق، وبيتنقلوا للمركبه نفسها وبيظهر قدامهم الملك نفسه. وبيكون الملك قدر انه يلاقي القنبله اللي اونيل كان جايبها معاه بدون معرفتهم كلهم. وبيستغرب جاكسون ان اونيل جايب قنبله زي دي في مكان رايحين يستكشفوه مش يدمروه، وبيفهم ان في حاجه اونيل بيخطط لها من وراه. وساعتها اونيل بيحاول انه يضرب الحراس اللي حواليه علشان يقتل الملك، وواحد من الحراس بيضرب اونيل بسلاحه، لكن جاكسون بيحميه والضربه بتيجي فيه هو، وبيقع على الارض فاقد الوعي. والحراس بيقبضوا على اونيل وبيرموه في الزنزانه مع باقي الفريق بتاعه اللي اتقبض عليه في المعبد. وبيأمر الملك حراسه انهم ياخدوا المركبات بتاعتهم ويهاجموا المدينه عقابا ليهم على مساعدتهم لجاكسون واللي معاه. وبتتحرك المركبات وبتضرب على المدينه وبتقتل فيها اطفال وشباب، وبعدها بيرجعوا من تاني على الهرم بتاعهم. وبيكون جاكسون لسه ما ماتش، وما بيفوق بيلاقي نفسه قايم في قبر خاص بالملك، وبيلاقي ان اي مكان اصابه عنده اختفى ومش حاسس باي وجع. وبيفضل ماشي في الهرم لحد ما بيوصل لاوضه الملك رع، وبيكون الملك واقف قدامه وبيقول له ان الجسم البشري سهل يتعالج جدا، علشان كده هو حب انه يستمر في الشكل البشري اللي اخده، وان فتح جاكسون للبوابه كان اكبر غلط عمله، وده لانه وصل للقنبله اللي معاهم. ولو استخدم معدنه عليها ورجعها للارض من تاني هيزيد من قوتها التدميريه 100 ضعف، وبكده يقدر يدمر كوكب الارض زي ما عملت حضارته زمان، وان الملك الوحيد ومفيش حد يقدر يتحداه ولا يقف ضده. وبيقول لجاكسون انه هيخليه يقتل زمايله في جلسه اعدام قدام المعبد غصب عنه، والا هيقتله ويقتل كل حد ساعده. وساعتها بينادي راعي الاجتماع طارئ قدام المعبد علشان يعدم زمايل جاكسون، وبيديله عصايه علشان يقتلهم بيها. لكن ساعتها واحد من سكان المدينه بيكون وصل للاسلحه بتاعه اونيل، واول ما جاكسون بيقلب على راع وكل واحد في المدينه معاه سلاح بيضرب بيها علشان ينقذوا فريق اونيل من الموت. وبيقدروا انهم يهربوا في الصحراء من ايد راع، وبيستخبوا في مكان وسط الجبال علشان يعيدوا ترتيب خطتهم ويعرفوا هيعملوا ايه بعد كده. وبيعترف لهم اونيل انه كان واخد اوامر انه لو حس باي خطر في الكوكب الجديد يدمر البوابه فورا علشان ما يبقاش في اي سبيل للعوده ويحمي الارض من اي خطر. لكن خطته فشلت دلوقتي، والقنبله مع راع وهو اللي هيبعتها للارض علشان يدمرها. وبيفكروا ازاي يوقفوه باي طريقه. وبيبقى اونيل فاكر ان الموضوع تفجير البوابه سهل، وانه كان ممكن يضحي بحياه زمايله مقابل انه ينقذ الارض، وما اهتمش بحياتهم قد ما اهتم بالاوامر اللي اخدها. وكان المخطط اسهل لو كان جاكسون عرف ازاي يرجعهم من تاني من خلال بوابه النجوم للارض. وفي نفس الوقت بيكون الملك راع قلب على كل حراسه لان المساجين هربوا من تحت ايده ومش قادر يلاقيهم، فبيطلع خاتم وبيلبسه في ايده، وبتطلع طاقه من الخاتم لدرجه ان الحارس بيترمي بعيد عنه. وبيروح له راع علشان يحط ايده على راسه ويقتله عقابا على فشله. وبيأمر باقي حراسه بتكمله مهمه البحث لحد ما يلاقوا المساجين ومعاهم جاكسون. وبيكون اونيل عمل خطه، وهي انه ينضم للعمال اللي في المناجم وهم متنكرين، وبيستنوا اللحظه المناسبه على حد ما بيهجموا على الحارس المسؤول عن مراقبتهم. وبيبقى كل العمال فاكرين ان الحارس شخص خارق لحد ما جاكسون بيكشف لهم انه انسان طبيعي، والحديد اللي قدامهم ده هو بدله مش اكتر، وان راع زيهم بشري ممكن يتقتل. وبيبقى راع مستني قافله جايه من المناجم ومعاها المعدن اللي هيزيد من قوه القنبله 100 ضعف. وبتدخل القافله للمعبد
المعبد بسهولة وهم متنكرين وبيقتلوا الحراس اللي فيها، لكن باب المعبد بيتقفل وراهم وبيفضل اونيل وجاكسون محبوسين جوه، وباقي الفريق موجود بره في الصحراء. فبيجري اونيل وبيلاقي القنبله قدام البوابه، فبيقرر انه لازم يشغلها ويدمر البوابه بعد ما كل فريقه ما يعدي، وانه هيضحي بنفسه في سبيل انقاذ فريقه والارض. وبتبقى القنبله قدامها 7 دقايق بس على الانفجار، لكن بيظهر حارس من وراه وبيحاول يقتل جاكسون، لكن بتيجي في البنت اللي معاهم، وبيحاول جاكسون انه ينقلها لقبر الملك عشان يلحق يشفيها بسرعه قبل ما تموت، ويفضل اونيل مع الحارس علشان يقتله قبل ما يدمر القنبله. وبينجح اونيل انه يقتل الحارس عن طريق انه يفتح البوابه اللي بيتنقل بيها الحارس من المعبد للهرم، وبتكون البوابه نازله على نص جسم الحارس، فبيتنقل نص جسمه بس للملك. وخلال نفس البوابه بيقدر جاكسون والبنت اللي معاه انهم يرجعوا من تاني للمعبد بعد ما انقذها، وبيبقى كل شعب المدينه قلبوا على رع، وبيقرروا انهم يهجموا على المعبد والهرم علشان يقتلوا اي حد من حراسه. وبيخاف رع وبيطير بالهرم بتاعه بعيد عن الكوكب، وبيكون فاضل قدام القنبله 10 ثواني وتنفجر. فبيجي فكره لجاكسون واونيل انهم من خلال البوابه اللي قدامهم يبعتوا القنبله للهرم بعد ما بقى بعيد عن الكوكب، وفعلا بينجحوا في ارسال القنبله لمركبه رع وبتنفجر بيه في الفضاء، وبيتم القضاء عليه تماما. وبيكون جاكسون قدر انه يحل الرموز اللي هتفتح له بوابه النجوم وترجعهم من تاني للارض. وبيختار جاكسون انه يفضل على الكوكب اللي هو فيه علشان يفضل مع الشعب اللي انقذه ومع حبيبته، وبيخلي اونيل يرجع من تاني للارض هو وفريقه بسلام. بس كده. ولو عجبك فيلمنا النهارده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات وتقول لنا رايك في التعليقات تحت، وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك عشان تتابعوا كل جديد. هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف تحت. سلام.